عليكم، نتمنى انكم تكونوا مزيان وبصحه جيده. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنعطيكم لي زارغيمون اللي تقدروا تخدموا بهم في السؤال 9 و10 من خلال الاطلاع ديالي على الامتحانات. كيفاش كتحط البوين دو في، الراي ديالك على حسب شي سلوك. الاغلبيه ديال لي سوجي لي زارغيمون اللي يصلحوا معاهم، حيت كاين بزاف ديال لي زارغيمون تقدروا تحفظوا حتى 10 ديال لي زارغيمون، ولكن نهار الامتحان ما تعرفوش تتعاملوا معاهم. فهمتوني؟ دونك الوغ هنا عندي دائما في البوين دو في من خلال الاطلاع ديالي على الامتحانات كنرد البال على انهم كيعطيوكم تعطيو البوين دو في ديالكم على حسب شي بيرسون، تصرف ديال شي بيرسون او لا الشخصيه ديال ديك لا بيرسون او لا الراي ديالكم ديال في شي سلوك. لاغيمون الاول هنا عندي 4 ديال لي زارغيمون، جوج بوغ وجوج كونتر اللي كيصلحوا بزاف ديال لي سوجي. لا بروميير ارغيمون عندي personnellement je suis avec le fait de انا متفق مع هذا الفعل او هذا السلوك او هذا التصرف car il joue un grand rôle dans la société، لانه كيلعب واحد الدور كبير في المجتمع. هذا الارغيمون هذا كيتعاود بزاف لانه كيتخدم به بزاف ديال المواضيع. مثلا عندنا لا ليبرتي دي جون، حريه الشباب، يعني فاش كنعطيو هنا نقدروا نديروا بوغ هذا التصرف هذا، لانه حنا مع حريه الشباب، يعني كنعطيوهم حريه في الاختيارات ديالهم، مثلا في القرايه ديالهم، في المستقبل ديالهم هما اللي كيختاروا. حيت كاين بعض الاباء وهما اللي كيشوفوا التخصصات ديال ولادهم، لا بغيتو يكون طبيب، بغيتو يكون مهندس. يعني هنا كيكون ديما فاش كنأطروا داك الابناء كنأطروهم وكنخليهم هما يديروا اللي بغاو. هذا بحد ذاته راه كيلعب دور كبير في المجتمع. عندنا لو رول دو لا مير ولا لامور باترنيل، حتى هو كيلعب واحد الدور، الحب الابوي. ولا بحال مثلا الاباء فاش كيصاحبوا وليداتهم مثلا من ناحيه ديال التربيه، يعني اي حاجه ما كيخرجوش الطريق. هذا تاثير ايجابي للمجتمع، نقدروا يعني نستعملوا فيها هذا لارغيمون. بالنسبه لا دوزيام ارغيمون، جو فوا كو واحد لا بيرسون a raison de s'opérer de cette façon car je trouve que la seule manière de se rendre face à sa situation. يعني انا متفق مع كنشوف على ان هاد لا بيرسون، كنشوف على ان هاد الشخص او لا بيرسوناليتي، شتي هاد لارغيمون هذا كنحتاجوه فاش كيعطيونا نعطيو الاراء ديالنا على واحد لا بيرسوناليتي ديال شي بيرسوناج كاين في الرومون ولا شي بيرسون. ان هاد التصرف هذا هو التصرف المناسب او الطريقه المناسبه في هذه الحاله هذه، في اتخاذ هذا القرار هذا. بحال مثلا نعطيكم شنو الراي ديالكم في انتيغون، شنو الراي ديالكم في الشخصيه ديال الاسمان. يعني نقدروا نستعملوا هاد لارغيمون هذا. هاد جوج ديال لي زارغيمون مهمين في هاد لا كيسيون ديال البوين دو في. بالنسبه لارغيمون كي كونتر لي جون كي كونتر، لا بروميير ارغيمون عندنا de mon côté je suis contre le fait، انا ضد هاد الفكره هذه او هاد التصرف او هاد السلوك car il est un impact négatif sur la société، عنده واحد التأثير سلبي على المجتمع، او لا نقدروا نقولوا cela nuit à la société، كيضرب المجتمع. اي حاجه عاوتاني هنا العكس ديال هاد لارغيمون هذا، اي حاجه كتضرب المجتمع ولا عندها واحد التأثير سلبي نقدروا نستعملوا فيها هاد لارغيمون هذا. يعني هنا انا كونتر هذا التصرف هذا لانه كيخلي واحد التاثير سلبي على المجتمع. بحال نقدروا نقولوا ما متفقينش حنا كاع مع لا ليبرتي دي جون، ما نخليوهمش يديروا اللي بغاو، ناثروهم كيكونوا صغار كيخرجوا على الطريق، مثلا كيكونوا تالفين في الاختيارات ديالهم، مثلا لا سوبرستيسيون، الشعوذه ولا السحر، اي حاجه يعني اي حاجه كتضر الناس كتضر المجتمع، نقدروا نستعملوا هذا لارغيمون هذا. فهمتوني؟ بالنسبه لا دوزيام ارغيمون في لي جون كي كونتر، la deuxième argument, je vois que cette action est néfaste parce que il représente un mauvais côté de sa personnalité. أنا كنشوف هاد التصرف كيبين الجانب السلبي في داك الشخصيه ديال داك لا بيرسون. هنا شوفوا ردوا البال مزيان، عندنا 4 ديال لي زارغيمون، جوج كي بوغ وجوج كونتر. لارغيمون الاول كي بوغ كيهضر على اي حاجه كتعطي واحد التاثير ايجابي على المجتمع، والارغيمون الثاني كيهضر على الراي ديالك الا كنتي متفق مع واحد لا بيرسون ولا الشخصيه ديال داك لا بيرسون. وجوج ديال لي زارغيمون كي كونتر نفس لا ميم شوز. عندنا لارغيمون كي كونتر اي حاجه كتضرب المجتمع عندها تاثير سلبي، ودلا دوزيام ارغيمون اي حاجه كتكون عندها علاقه بواحد الراي ديالك فواحد لا بيرسوناليتي ديال واحد البيرسون، يعني الشخصيه ديال شي بيرسون كاين في الغومون. انا فاش رديت البال يعني الاغلبيه ديال
ديال لي بوين دو في كيكونوا بحال هاد الاراء، يعني كيكون حاولوا انكم على الاقل تحفظوا هاد 4 ديال لي زارغيمون، حيت باش تردوا البال تقدروا يكون عندكم بزاف ديال لي زارغيمون تحفظوهم، يكون عندكم ما غتعرفوش اين ارغيمون اللي غتطبقوا في ديك الكيستيون. دونك هاد 4 ديال لي زارغيمون تقدروا تسلكوا بهم راسكم في اي سوجي من خلال الاطلاع ديالي على الامتحانات، وهادشي اللي كاين. وبالتوفيق لكم، ونختم كيف العاده بالصلاه على الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.